كنا في مكانين، مكان أرض نفس حق المسلمين كانت خضرة وسماها حلوة وغيم، بس كانت نفس سهولة على مد النظر. وفي أرض ثانية كانت هي بالحلم أرض يهود، كانت قديمة نفس البنايات القديمة، يعني شلون بنايات الشام أول، شلون الحواري الضيجة، بيوت من طين. كنا أنا بالأرض كنت أول شيء بأرض المسلمين، كنا في شيء نفس أسود، كنا في نفس شيء أسود معلق بين السماء والأرض، يعني ما كان مبين هو شنو، بس هو أكيد إنه مو بشر، ما أدري شنو، ما كان مبين إذا جان ولا غيره. كان ناس لابس رداء أسود ومعلق بين السماء والأرض، ما أدري هو شنو. كني أطلب منه، أقول له إن أنا ما أبي أموت، يعني إنه يعطيني قدرة قدرة اللي هو إني ما أموت، نفس قدرة الخلود. أوكي، فش اسمه، وبعدين كنا يقول لي خلاص راح وداني عند أرض اليهود. فلما رحت كنا أشوف أن أنا من فوق مبنى قاعدة أشوف شو اسمه تحت، كنا في 3 بقرتين، كان في بقرتين، كنا أحد يمي، طبعا البقرة كانت صفراء نفس وصفة اللي موجودة بالبقرة، سورة البقرة اللي هو بقرة صفراء فاقع لونها. كنا اللي يمي مرة كنا تقول لي هذه بقرة موسى، كنا هي بقرة ميتة من زمان وهم حنطينها، إن هذه البقرة اللي كانت في زمن سيدنا موسى عليه السلام. وبقرة ثانية كنا الحين بيذبحونها بمناسبة عندهم هم اليهود، مناسبة اسمها عيد الفصح، أنا ما أدري عنها صراحة، بس هي بالحلم جتني كذي إن هي مناسبة عيد الفصح. كنا هم كانوا قاعد يذبحون البقرة، ينحرونها من رقبتها، بس كنا بقى بنفس شريان يربط الرأس بالجسد، كنا أنا قطعتها. بعدين رديت مرة ثانية أرض المسلمين، كنا يقول لي خلاص أنت صارت لك هذه القدرة، إنه خلاص صارت لك قدرة عدم الموت. بس غريب الحلم. إيه طبعا غريب، لأنه مستحيل يكون في الواقع. فهذا تلاعب من الشياطين، وهذا دليل على أنه أنت يا حنان، أنا تقريبا باقي أذكر شوي من الأحداث اللي أنت فيها، لكن وفي أشياء نسيتها. لكن هذا المنام يدل على أنه أنت متعلقة بأمر في الحياة الدنيا، متعلقة بأمر في الحياة الدنيا، أما بتعليم أو بمكانة عالية، وما بلغتيها بالشكل اللي أنت تبغين، ما بلغتيها بالشكل اللي تبغين. بيض الله وجهكم، يجمل الله حالكم، الله يجمل حالكم يا رب. عبد الله اذكر لي بالله دائما، أو أنتم المشرفين الموجودين، لأني ترى ما أشوف والله الدعم، لكن واضح أنهم هم 3 موجودين عندنا الحين. اللي أبغاه منك إنه ما يكون في تعلق كثير جدا، حتى تصلين إلى مراحل الخوف والهلع فقط. المنام هذا كذلك يدل على أمر أسأل الله أن يتحقق، فما أعرف أنت وصلتي له ولا ما وصلتي له. إن شاء الله. لا والله من عقب الحلم ما صار شيء لا بالعكس، أصلا من عقب الحلم ما صار شيء، في شيء كنت متوقعت إنه يصير وصار العكس، يعني بالعكس. يعني أنا تفائلت بالحلم. قلت أنت متعلقة بأمر، أنت متعلقة بأمر حتى بلغتي أنه خلود ولا موت بعد ذلك، يعني وكأنه راح يصل لهذا الشيء، ثم كسر هذا الأمر. لكن في نقطة، أنت في الأخير وش صار على البقرة؟ شفتي أنت ذبحتيها أنت بنفسك؟ لا بس بالنهاية إنه هو عطاني هذه القدرة، وإن أنا كنت مستانسة إنه هو عطاني إياها بس، وكانوا في ناس ثانيين واجد يبون نفس الشيء، إن قدرة عدم الموت. هو كان يعني إني ما أموت. أي نعم شوفي إنه ما يضرني شيء، ما أموت. لا شوفي، هذا المنام طبعا مستحيل يكون هذا الشيء، لكن تفسيره بقول التفسير شو التفسير هذا، إنه أنت عصامية ولا زلتي مصرة على أنه أنت تصلين لهذا الهدف مهما حدث، يعني مهما كانت التكسرات اللي أمام هذا الأمر أنت بنتوصلين، ولازم توصلين، وراح توصلين بإذن الله سبحانه وتعالى مهما بلغ الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. تستعيني بالله سبحانه وتعالى، وارجعي مرة ثانية المحاولة في هذا الشيء اللي أنت خذلتي فيها أو ما تم. نعم إن شاء الله يا شيخ، بس عندي استفسار، ممكن إني أكلمك بالخاص؟ طيب أبشر بالجنة. سويتي إضافة، أبشر. تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. أنا والله يا شيخ. لا غالي اسكتي يا أميرة، أنت باقي بعاقبك. أبشر. مرحبا يا غالي. سلام، مرحبا مليون يا شيخ، شلونك؟ عساك بخير، بشرنا عنك. بالله حياك. أنا بس بدعي الله يوفقك يا شيخ، بالذات أنت وعبد الله يجزاكم بالخير، وشكرا لكم أنكم قبلتوا قستي، لكن الله يوفقكم ما وجهتوا. رحم الله والديكم.
يا شيخ طبعا اتوقع انك متذكر الموضوع اللي كلمتك عنه، فانا بديت في الزيت وبديت بس للأمانة فكل يوم يا شيخ انا ومشغل القرآن يا رب لك الحمد على طول انا. فالكلام هذا في حول صلاة الفجر، طبعا انا نايم قبل يمكن حول الساعة 2، فشفت يا شيخ تعرف البسة الكبيرة البيضاء، جتني ضربة على الصدر أقسم بالله زي الكهرب ضربتني، شفت اللي يسوون له انعاش، ضربتني قومتني من نومي، وجع في الصدر. ممكن يكون هذا الأذى صح؟ أنت شفت بالمنام إنه في قطة لا مو كبير حجم؟ عفوا مو منام هذا ترى. أنا بالواقع؟ هذا اللي حصل لي قومني في الواقع نعم. والقطة هذه إيش جابها عندك على فراشك؟ إيش يدريني يا شيخ؟ فممكن يكون لحظة يا أذى غالي. سم أبوي. لحظة يا سم. أنت كنت نايم ولا كنت واعي؟ لا نايم، ولما الضربة جتني صحيت. صحيت ولقيت قطة موجودة عندك بالغرفة ولا ما لقيت؟ لا هذا في النوم يعني. هذا حلم، هذا مو بواقع. هذا خلع على جنب رجال. خلني اقول لك الرؤيا. لا ماني مخليه على جنب، هذه شيطانة فعلا جت وتجاوزت عليك. فوق ماني مشغل القرآن. حتى لو شغلت القرآن، وهو ناس في الحرم الآن يصلون وينصرع واحد منهم، الجن موجودين. ذلك نعم، فالتحصن هو الأساس. أنت تتحصن وترقي حتى يخرج هذا الأذى، إذا خرج تبدأ تدافع نفسك ما يعود. تمام يا شيخ. طيب أنا مستمر حاليا على نفس ما قلت لي يا شيخ، وربي لك الحمد. من أمس اللي بديت يا ربي لك الحمد والشكر، الله يجزاك الخير يا شيخ، شفت العافية للأمانة. الحمد لله. فأنا رأيت في المنام يا شيخ الله يطول في عمرك، رأيت في المنام قلت لأبوي امشوا معي إلى المسجد، طبعا في مسجدنا اللي في بيتنا، قلت امشوا معي خلونا نصلي، هذا كسوف الشمس قدامي، امشوا معي. ما أحد مشى معي، ورحت أنا وتوضيت طال عمرك في نفس الله يكرمكم من محلنا حق اللي نوظف فيه الوقت، طال عمرك دخلت المسجد صليت لحالي ما معي أحد، ومن هنا انتهى المنام. في أحد يساعدك على الرقية اللي أنت فيها؟ شكرا لكم. في أحد قاعد يساعدك في الرقية ولا أنت بس بالحالك؟ الله يطول بعمر أمي، نعم هي اللي معي فقط. لا الوالد والأخوان ما في أحد يساندك، الوالدة فقط؟ أمي فقط، أنا أقول لك أمي. أي نعم. هذا المنام يدل على أنك أنت بمشيئة الله سبحانه وتعالى شفائك بعد الله سبحانه وتعالى على يدك أنت، ثم على دعاء أحد فرد شخص، ربما تكون الأم ومساعدتها، إنما هذا شفائك بإذن الله سبحانه وتعالى، وخروجك من الضائقة اللي أنت فيها بالصلاة والسلام على رسول الله والتوكل على الله، ثم الاعتماد على نفسك أنت بدون الآخرين. راح لأني أنا تطلع نفس اللي قلت لي يا شيخ بالضبط. أنا جبت زيت، جبت حبة البركة خلطتها معها، وجبت الموية، وقرأ كل يوم أقرأ على نفسي نفس اللي قلت لي بالضبط، وأشربه أول ما أقوم من النوم وأدهن. أحسنت بيض الله وجهك ونفعك الله بما تفعل. أنا يعجبني الرجال والله أنا يعجبني الرجال اللي بعد، حتى المرأة اللي تعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على نفسها وعلى نفسه ويرقي نفسه، لا يلجأ للآخرين. اليوم أنا كنت زي ما قلت في المستشفى، عائلة يقول والله 7000 على جلستين أو 3 جلسات ب7000. طيب لو 6 جلسات ب14، 10 جلسات ب25، معناته راح آخذ لي قرض من البنك عشان أقدر أسدد 10 جلسات. فلازم احنا نرقي أنفسنا ونستعين بالله سبحانه وتعالى ونتوكل على الله وشد حيلك. بإذن الله. عسى الله يوفقك وين ما وجهت يا شيخ، عسى الله يوفق عبد الله، عسى الله يرزقكم بالمال والبنون وزينة الحياة الدنيا، إن هذه من قلبي لله، عسى الله يقبلها مني. شكرا لك يا شيخ. وكل من يسمعنا في هذا الحزة شكرا.